بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي. إن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن، ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي. ولقد استشعرت القوات المسلحة انطلاقا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضروراتها، واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة. لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة. منذ شهر نوفمبر الماضي 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية والوطنية، وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه. كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. وفي إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22/6/2013، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري. لقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه. إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية
تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا. مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دماء الأبرياء. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل القوة والحسم ضد أي خروج عن السلمية وطبقا للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية. توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنك عظيمة، لأنك عظيمة، قدرتي تصحي في قلوبنا العزيمة. محيتي في لحظة، محيتي في لحظة الشعور بالهزيمة، زرعت الإرادة في أرض الميدان. لأنك جميلة، لأنك جميلة، عملنا حاجات كانت مستحيلة. قالولك شبابك، قالولك شبابك ضعيفة وعميلة، رفضت الإهانة وهتفتي كمان. قلت اللي ضحى عشاني بدم
ساب كل حاجة وكان كل همه يجيب لي حقوقي من اللي باعوني. أنا أولى بيه، ما أنا قصدي أمه. وقلت ولادي ما هماش عادي، وقلت اللي خارج عشان ينادي ده ابني حبيبي وده اللي بقيلي. ساعتها قلنا بلادي وبلادي، بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. واحلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وأهواها. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وأبوابها. احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمبنى وبالمدفع. احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمبنى وبالمدفع. لولادي في ايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها. احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمبنى وبالمدفع. احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمبنى وبالمدفع. لولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. بالاحضان بالاحضان بالاحضان، بالاحضان يا بلادنا يا حلوه. بالاحضان 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 بالاحضان، بالاحضان يا بلادنا يا حلوه. بالاحضان ببعادك يتلموا ولاد يا بلد وتعود أعياد. والجايب ما يخيبش بعاد، ارجع ياخدك بالاحضان. ببعادك يتلموا ولاد يا بلدنا وتعود أعياد. والجايب ما يخيبش معاك، يرجع ياخدك بالاحضان. صورة 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 كلنا كده عايزين صورة. صورة 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 كلنا كده عايزين صورة. صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. صورة 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 كلنا كده عايزين صورة. صورة 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 كلنا كده عايزين صورة. صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. يا زمان صورنا صورنا، يا زمان يا زمان صورنا صورنا، يا زمان. هنقرب من بعض كمان،